السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من مصر فيديو جديد. تعال اقول لك ازاي تعمل البيتزا الجامدة دي معاك في الدايت وايطالية واحسن من المطاعم وطعمها جامد جدا يا معلم، وبثلاث مكونات بس وسهلة جدا وسعراتها قليلة جدا. واتفرج يا معلم على المنظر الجامد ده وتابع معايا الخطوات خطوة بخطوة. وهنبدأ بقى في الخطوات، وهنجيب 100 جرام من الدقيق العادي نحط عليه 100 جرام من الدقيق الشوفان او دقيق الحبة الكاملة، وده المنظر يا معلم. بعدين هتبدأ تنخلهم لو مش ناعمين معاك بالشكل ده، وهتحط عليهم رشة ملح وتقلبهم كويس قوي. ورشة الملح دي لازم يا معلم وما تخافش مش هتأثر في الطعم. بعدين هتبدأ في المكون الأساسي وهو 130 مللي من المية أو الحليب أو الاتنين على بعض، وتحط عليهم 10 جرام من عسل النحل الطبيعي، وتحط عليهم نص معلقة من الخميرة الفورية، وتسيبهم ربع ساعة لحد ما الخميرة تشتغل. بعدين تبدأ تحط الخميرة على الدقيق بطريقة تدريجية يا معلم زي ما انت شايف كده. تحط الخميرة وبعدين أول ما الدقيق يشرب اللبن تبدأ تحط تاني، وتبدأ تعجنها يا معلم بالراحة. وطبعا تقدر تعملها في العجان أو تعجنها على إيدك، مش تاخد منك 10 دقايق، بس أهم حاجة تعجنها بالراحة وما تضيفش الخليط كله مرة واحدة على الدقيق عشان ما يكتلش منك. تبدأ تعجنها كده لحد ما تبقى معاك بالشكل الناعم ده. بعدين هتسيبها تخمر من ساعة لساعة ونص في مكان دافي، وعلى بال ما تخمر هتبدأ تجيب الخضار بتاعك وتقطعه بالسرعة دي يا معلم. ولو ما بتعرفش تقطعه بالسرعة دي يبقى الوصفة هتبوظ منك يا معلم. بعد ما تقطع الخضار بتاعك هتجيب الزيتون بتاعك وتخليه، وممكن تحط عليها أي خضار أنت تحبه. وبعدين بعد ما تعمل الخضار بقى هتجيب الفراخ بتاعتك اللي الفيديو بتاعها هيظهر لك في الأي فوق يا معلم. بعدين هتنزل بيها في طاسة سخنة فيها 5 جرام زيت زي ما انت شايف كده، وتبدأ تشوح الفراخ. على بال بقى ما الفراخ تتشوح يا معلم هنعمل اهم مكون في البيتزا وهو صلصه البيتزا. هتجيب 5 جرام من الزيت وتحطهم في طاسه وتسخنهم كويس قوي. بعدين تنزل عليهم ب5 جرام من الثوم وتبدا تقلبهم لحد ما لونه يبقى ذهبي. بعدين تنزل عليهم ب200 جرام من صلصه الطماطم، واهم حاجه تبقى صلصه فريش. وتبدا تقلبهم وتنزل عليهم بالمكونات الاساسيه وهي البهارات، وهي ملح وفلفل وزعتر. وبعدين تنزل عليهم بالبهارات الاختياريه وهي رشه سكر بسيطه عشان مرات الصلصه، وكمان رشه كزبره. وبس كده هتبدا تقلبهم وتسيبهم لحد ما الصلصه تنشف. وده شكل العجينه بعد ما خمرت وحجمها اتضاعف يا معلم. هتبدا تعجنها بالراحه وتحطها في الصينيه وتسيبها 10 دقائق ترتاح. بعدين بعد ما ترتاح تبدا تفردها بالراحه وما تستعملش معاها النشابه يا معلم. وبعدين بعد ما تفردها هتبدا ان انت تشكشكها عشان ما تنفش في السوا وتبدا تخرج الهواء بتاعها. وبعدين هتنزل عليها بالخضار بتاعك يا معلم على حسب الرغبه. بعدين تنزل عليها بالمكون الرئيسي وهو 100 جرام من صدور الفراخ يا معلم. تنزل عليها كده، وبعدين تنزل عليها بالزيتون بتاعك او الخضار اللي انت حابه على حسب الرغبه. بعدين تنزل عليها بقى بالمكون السري وهو 100 جرام من الموتزاريلا لايت او الموتزاريلا العاديه، وتبدا بقى تفرشها على البيتزا يا معلم زي ما انت شايف كده، وهيبقى معاك المنظر الجامد ده. هتدخلها بقى الفرن 10 دقايق على درجه حراره 200 او على حسب اللون اللي انت بتحبه. وبس كده يا معلم هيبقى معاك المنظر الجامد ده، وتبقى عملت البيتزا الجامده دي ايطاليه واحسن من المطاعم وسريعه جدا وبثلاث مكونات وصحيه جدا ودايت يا معلم وسعراتها قليله. وهسيب لك السعرات في اول تعليق. وما تنساش بقى تعمل لايك وكومنت وشير. وكل سنه وانت طيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.